السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم البنات جيت نهضر لكم في هذا الفيديو على واحد المنتج اللي ولا داير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا كيتستعمل بزاف في الوصفات التجميلية الخاصة بالبشرة. هذا المنتج هذا كنستعملوه لعلاج الحروق من الدرجة الأولى وكذلك من الدرجة الثانية، كما أن هذا المنتج هذا ضروري يكون في أي بيت. عرفتوني علاش كنهضر؟ بيان سور كنهضر على لا بوماد بيافين. هاد لابوماد بيافين كيما قلت لكم كنشريوه باش كنعالجو بيه الحروق، ولكن راه هاد البوماد هذا راه عندو بزاف ديال الفوائد اللي كيجهلوها بزاف ديال الناس. في هاد الفيديو هذا غادي نهضر لكم على مكونات بيافين وغادي نهضر لكم على الفوائد ديالو، وكذلك غنهضر لكم على تجربتي الخاصة مع هاد المنتج، واش فعلا كيستحق التجربة، واش عطاني شي نتيجة زوينة. لكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنساونيش بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اذا على بركه الله. اول حاجه غادي نهضر لكم على مكونات بيافين. بزاف الناس ما كيعرفوش بيافين المكونات ديالو. بيافين كيتكون من الزنك، وكيتكون كذلك من الهيالورونيك اسيد. هاد الماده اللي كتعمل على ترطيب الجلد وتهدئته. كما أن بيافين كيتكون من زيت الأفوكا، فاكهة الأفوكا. كيتكون كذلك من تخولامين ومن البارافين. عنده استعمالات طبية اللي كيعرفها أي واحد. الاستعمالات الطبية ديالو هو أنه كما قلت لكم كيعالج الحروق من الدرجة الأولى والثانية. ملي كنوضعو بيافين على الجلد ديالنا كيزول لينا داك الجلد الميت في حالة الحروق. كذلك كيحفز على إنتاج الكولاجين لعلاج الحروق. والممتاز في هاد لابوماد بيافين هي أنها كترطب لنا البشرة. بيافين راه ممتاز لعلاج جفاف البشرة، فهو مرطب ممتاز في حالة تضرر البشرة من الأشعة الشمس. نتوما كتعرفوا أننا في فصل الصيف وأن البشرة ديالنا كتعاني من الحروق الشمسية. بيافين راه إلا استعملتيه راه كتعالجي داك تهيج البشرة، وكتعالجي كذلك اسمرار البشرة، وكتعالجي كذلك دوك الحروق الشمسية اللي تأثرت بها البشرة ديالك. بالنسبة دابا هضرت لكم على الاستعمالات الطبية. بالنسبة للعناية بالبشرة، أنا شخصيا بيافين دابا كنستعملو لمدة سنة. كيفاش كنستعمل أنا بيافين؟ أنا ما كنخلطش بيافين مع أي منتج. بزاف الناس كنشوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي كيشدوا بيافين وكيخلطوها مع النشا ولا كيخلطوها مع الحامض ولا مع منتجات اخرى لتفتيح البشره. اللي بغيتكم تعرفوا ان بيافين راه عنده اثار جانبيه، وبزاف الناس راه ملي كيستعملوا كيخلطوا بيافين مع مواد اخرى راه كيعانيو من بزاف المشاكل في البشره. قبل ما تستعملي البيافين تأكدي أنك ما عندك حتى شي حساسية من تجاه هاد لابوماد هادي. إلا حسيتي بحساسية في الجلد ولا احمرار ولا حسيتي بالحروق، يعني بعض الحروق على الجلد اللي ما كتزولش دغيا، يعني الحروق اللي كتبقى واحد المدة تقريبا مدة 15 دقيقة إلى 20 دقيقة عاد كتزول، عرفي أن لابوماد بيافين راه ما جاتلكش مع الجلد ديالك. صراحة أنا بالنسبة لي بيافين غزال، كنستعملو بوحديتو، كنستعملو كبوماد كمرطب. غير هو نصيحة البنات بيافين بقاو تستعملوه بالليل، ما كنخلطو مع حتى شي مكون اخر. وصراحة عطاني نتيجة زوينة، حسيت ان البشرة ديالي فاتحة، يعني كيعطيني واحد التفتيح زوين، كيبيض ليا البشرة ديالي وكذلك كيرطب ليا البشرة ديالي. كنستعمل بيافين كل ليلة تقريبا بالليل، لانه هو خصكم تستعملوه بالليل. حذاري البنات تستعملوه بالنهار. إذا كنستعملو بالليل تقريبا كل ليلة ولا بعض المرات 3 المرات في الأسبوع كنستعملو بالليل كمرطب. وصراحة البنات في الصباح كنلقى البشرة ديالي كاين واحد التغيير، كنحس بها فاتحة، كنحس بها فيها واحد الرطوبة. داومت على بيافين وصراحة عرفت أن القيمة ديالو أنه زوين وكيخلي البشرة زوينة بلا ما تعذبي راسك وتخلطيه مع شي منتج آخر. غير بوحديتو البنات راه كيعطي واحد النتيجة زوينة.
غير تبعوا النصيحة ديالي وخذوا اللي ما عندهاش بيافين تمشي تشري، سورتو دابا مع فصل الصيف كنعانيو مع ديك الحروق الشمسية في البشرة، تمشي تشري بيافين وتتبع النصيحة ديالي وتبقى ديرو كل ليلة بوحديتو يعني على البشرة ديالها، وكوني أكيدة أنِّك غتحصلي على واحد البشرة زوينة وغتفتح لِك البشرة ديالِك وغتقضي لِك على دوك البقع الداكنة اللي كتكون في البشرة. وبيافين راه غزال ممتاز لعلاج السواد والبقع الداكنة، أي منطقة عندك، الركبة، أي بلاصة عندك فيها كتعاني من البقع الداكنة، غير في الليل استعملي بيافين بوحديتو، ما تخلطيه مع حتى شي حاجة، وإن شاء الله غادي تعطيك نتيجة زوينة. كنتمنى البنات تكون النصائح ديالي فاتتكم، وكنتمنى تشريو بيافي لأن الصراحة البنات ما خصو يخطر حتى شي دار، راه غزال بزاف. خذوا بيافين، الله يرضي عليكم ما تبقاوش تستعملوه مع شي مكونات أخرى، خليوه غير طبيعي هكاك المكونات ديالو، كي تاخدوه من الصيدلية جيبوه للدار، بالليل غسلي وجهك مزيان، ديري على بشرة نظيفة، خلّيه ليلة كاملة وفي الصباح غسلي وجهك عادي بغاسول الوجه ديالك اللي كتستعملي، وكوني أكيدة أنه غيعطيك نتيجة زوينة. حتى بالنسبة للمناطق الأخرى اللي فيها بقع داكنة حتى هي كوني أكيدة أن مع المداومة غير بقاي ديري بيافين بوحديتها على دوك المناطق، ومن بعد غتلاحظي أن دوك البقع الداكنة بدات كتفتح، من بعد مع الاستمرارية ما غتبقاش فيك دوك البقع الداكنة. إذا كنتمنى البنات هذا الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، ما تنساونيش بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وانتظروني بفيديو جديد إن شاء الله ووصفات طبيعية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.